شايف انه في ورم هون، لازم استئصال عاجل وسريع من خلال عملية نوعية ودقيقة رح سميها البصلة الحمراء. تبدأ بقطع اتصالات الدعم والتغذية لإضعاف الورم قبل القضاء عليه تماما. نلاحظ هنا تموقع وتمركز منطقة خطيرة ومليئة بالتكتلات المعادية، لذلك يتوجب على الإخوة في كتائب الكريات الفعالة أن تقضي عليها بحزم وبقوة من خلال عمليات استنزاف سريعة وخاطئة. كتائب الكريات الفعالة منصورة بإذن الله. نلاحظ أن الجميع يريد التدخل بالموضوع، ونلاحظ أيضا وجود تسرب خطير في الخاصرة اليمنى من الوجه. هذا التسرب يهدد الجسد بأكمله. يجب ضبط هذه الحدود بشكل محكم وكامل بأن نقطع هذا التسرب وأن نحتويه ونمنع خروجه إلى خارج الجسد. سوف نسمي هذه العملية بالمخلب المطاطي. لا، هذا الوضع ما عاد ينسكت عليه بنوب. نحن لازم نعمل منطقة عازلة، وهي المنطقة العازلة هي أمر حتمي. ومع هي المنطقة العازلة لازم يترافق معنا حظر شامل حتى لو كان على المواد الضرورية.